تعال اما اقول لك بقى انا ازاي بعمل قهوه بالوش والقوام ده، وفي نفس الوقت تكون مستويه جدا وكريمي جدا وبتدوب في البق، ومن كتر جمالها مش هتبطل تعملها بالطريقه دي. خد ربع معلقه من السكر، انا طبعا بستخدمها على الريحه فبقول لك خد ربع معلقه من السكر، انت تستخدم السكر اللي انت عايزه يا معلم. المهم ان انت هتاخد معلقتين من البن بتاعك الجميل، وحاول تستخدم خلطه دايما فيها انواع زي الفيتنام والاندونيسي عشان الوش والقوام، والهند الروبستا برضو هيظبط لنا القوام بتاع القهوه، وفي نفس الوقت الكولومبي والبرازيلي هيدونا الطعم. هنستخدم هنا التلج علشان يفضل القهوه تفضل مده طويله على النار، واحنا قلنا قبل كده كل ما هتفضل مده طويله على النار هيحصل حاله تشبع بين البن والميه، فبالتالي هيحصل حاله انسجام ما بينهم، فبالتالي القهوه تطلع كريمي جدا ومستويه. قلب الكلام ده كله في بعضه وانزل بيهم على نار هاديه جدا جدا، على قد ما تقدر تهدي النار هديها، وفرغ الكلام ده كله بتاعك يا زميلي. وطلعت جامده جدا يا جدعان بجد، ما فيهاش اي تتفيله كده في البق، تحس ان الوش كريمي عامل زي الزبده كده. وبجد الطريقه دي جامده جدا، لازم تجربوها. ولو انت ما تعرفنيش فانا علاء فوده، بقدم محتوى عن القهوه، خلطاتها بالكلام ده كله، بعرفك ازاي